إليكم الحصاد الإخباري الأسبوعي لجامعة قناة السويس من 24 إلى 30 من مايو لعام 2024. رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح المؤتمر السنوي لقسم القلب بكلية الطب في دورته 15. أصداء إعلامية لزيارة رئيس جامعة قناة السويس للصين وحديث الدكتور ناصر مندور لشبكة CRI الإخبارية يؤكد أن التعليم المتبادل جسراً للصداقة الأبدية بين مصر والصين. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتفقد معهد ITI ومركز كرياتيفا بجامعة قناة السويس. انطلاق الامتحانات النظرية بجامعة قناة السويس في 25 من مايو داخل 12 كلية ومعهد. رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بكلية الطب. تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي آفاق وتحديات يومي 29 و30 من يوليو انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس. نموذج للذكاء الاصطناعي زين من تصميم مركز التحول الرقمي بجامعة قناة السويس يقدم أهداف ومحاور ومسارات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس تعلن خطة تدريبية متنوعة لتدريب أفراد المجتمع خلال فترة الصيف. جامعة قناة السويس تحصد 6 جوائز بمهرجان إبداع في نسخته 12. جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية الشهيد الخيري. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق مواصفة الأيزو 21001 لعام 2018 بإدارة جامعة قناة السويس و5 كليات. مقال رئيس جامعة قناة السويس بجريدة الصين في مايو 2024 حول منتدى التعاون العربي الصيني. ويؤكد الدكتور ناصر مندور مبادرة الحزام والطريق أبرز ثمار المنتدى لتكون منصة للتعاون العربي الصيني مع جميع البلدان العربية. تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقدم درعاً للدكتور ناصر مندور تقديراً لمجهوداته في إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس.
من داخل مجلس جامعة قناة السويس، رئيس الجامعة يتابع سير العملية الامتحانية ويوجه بسرعة الانتهاء من رصد وإعلان النتائج في موعد أقصاه آخر يوليو المقبل، ويستمع إلى تقرير تفصيلي حول الكليات التي تنتظر زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويستعرض تقريرا حول زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية، ويكشف عن الخطة التدريبية الصيفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما يعلن إدراج جامعة قناة السويس ضمن 18 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة، وضمن 20 جامعة مصرية في تصنيف Center for World University Rankings لعام 2024. تكريم 100 من قطاع التمريض بمستشفيات جامعة قناة السويس في احتفالية اليوم العالمي للتمريض. على مدار يومين متتاليين، جامعة قناة السويس تستكمل سلسلة ورش العمل التدريبية بديوان عام محافظة الإسماعيلية حول الابتكار والإبداع في بيئة العمل بالقطاع الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية. انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ب15 كلية بجامعة قناة السويس. رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة سحر حساني لفوزها بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية. تدريب القيادات الإدارية بجامعة قناة السويس على تطبيق مواصفة الأيزو 21001 لعام 2018. استقبال الطلاب الفائزين بجوائز إبداع في نسخته 12 في مجال الابتكارات العلمية والغناء الجماعي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار جامعة قناة السويس. إعداد المكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس. قرأتها عليكم الشيماء عماد.